السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أسامة يحييكم في برنامج ستيب باي ستيب لاستكمال موضوعات اسأل بالإنجليزي. سبق وكنا قد تكلمنا زي ما انتم عارفين، اللي تابع معايا كنا اتكلمنا عن أداة السؤال what وأداة السؤال where، واللي ما حلفوش الحظ إن هو كان يتابع معايا الدرسين دول أو الحلقتين دول، شاكرا الأفضل إنه يرجع لهم ويطلع عليهم ويسمعهم، وأسأله المشاركة لاستكمال المجهود اللي أنا احتسبته عند الله حتى يعينني الله على استكمال هذا الأمر. النهاردة معادنا عن أداة سؤال جديدة اللي هي أداة السؤال when زي ما حضراتكم شايفينها when ديت أنا يا ترى بسأل عنها عشان أعرف إيه السؤال اللي أنا بسأله بوين. الغرض إيه من السؤال بوين؟ السؤال بوين يعني بيسأل على الزمن، متى للسؤال عن الوقت. when بيسأل عن الوقت. نشوف كده أمثلة. when do you get up؟ متى أنت تستيقظ؟ يبقى عاوز يعرف الوقت. بتستيقظ من نومك يوميا الساعة كام؟ متى تستيقظ؟ واضحة قدامنا اهي. I get up at 7 o'clock. أنا بستيقظ الساعة 7 صباحا. I get up at 7 o'clock. هنا لما سأل بوين سأل بقى طالب يعرف الوقت. سؤال تاني كأمثلة بيقول هنا ايه؟ السؤال التاني عبارة عن ايه كده؟ نبص كده. when will you travel؟ when متى، will سوف تسافر. متى سوف تسافر؟ في ميعاد هتسافر فيه، فبيسأل امتى هسافر، اسافر امتى. السؤال في الإجابة يو زي ما قلنا بتتحول لآي، لأنه بيسأل يقول I will travel next week. سوف أسافر الأسبوع القادم. سوف أسافر الأسبوع القادم أهو. I will travel next week. سوف أسافر الأسبوع القادم. تلاحظوا إن when تسأل عن وقت الاستيقاظ، وقت السفر، يعني زي ما قلنا بتسأل عن الزمن. طيب سؤال ثالث. when is your birthday؟ when زي ما انتوا شايفين اهو، نوضح بقى الكراسة اهي. when is your birthday؟ متى عيد ميلادك؟ عيد ميلادك امتى؟ اهو هيقول له it's زي ما قلنا في الضماير ان it's دي عايدة على عيد الميلاد. انه in June. انه it's in June. انه في يونيو. سأل عن الوقت، والوقت هنا مفتوحة. وقت الساعة، أسبوع، يوم، سنة، شهر، الوقت عموما. سؤال تاني عشان نوضح الأمور كلها وتبقى واضحة. when are you؟ أين أنت؟ أنت فين؟ سوري هنكتفي بهذا القدر لأن when هنا حصل خطأ، معلش. احنا هنا مش هنعرض هذا السؤال لأن السؤال دوت حصل خطأ مني، وأنا أعتذر. لأن when هنا مش معناها متى أنت، لأ، هي كان المقصود بها where are you كما سبق وإن احنا كنا قلناها. ممكن نعدل السؤال هنا نقول when are you بدل when تبقى where are you؟ I am in my house. دي السؤال عن المكان. كما سبق واحنا اتكلمنا على
أداة السؤال where. أنا أعتذر. where are you؟ أين أنت؟ بيقول I am in my house. أنا في منزلي. أنا في منزلي. الخطأ إن كان مش مقصود ولكن برضو بيفيدنا في حاجة، إن إحنا بنقول إن when تسأل عن الزمان، بتسأل عن الوقت. where كما سبق ووضحنا في درس سابق خاص بيها بتسأل عن المكان، عن المكان. وأنا أحب أوضح لكم برضو تاني أهي، كما سبق وأوضحنا في الدرس السابق أو في الحلقة السابقة، إن where بتسأل عن المكان. where بتسأل عن المكان، ونقدر نحط السؤال بتاع where are you في تحت أداة السؤال where. تكرر الاعتذار الغير مقصود اللي حدث في هذا الأمر. هناخد هنا هنخلي دي where، يبقى where are you؟ أين أنت؟ بيقول I am in my house. الأسئلة في اللغة الإنجليزية سهلة، ويشترط إن احنا نعرف معنى أداة السؤال إيه وإيه المطلوب منها، وأنا لما بسألها ببقى عاوز الإجابة فيها إيه. when بنسأل بها طالبين معرفة الزمن أو الوقت. الزمن أو الوقت زي ما سبق أهو. هنعرض مرة تانية. when do you get up؟ متى تستيقظ؟ when will you travel؟ هنا عذرا، when is your birthday؟ عيد ميلادك امتى؟ هنتوقف هنا. إن حبينا نبص في السؤال ده السؤال ده عبارة عن where، بيسأل على المكان. أين أنت؟ I am in my house. I am in my house زي ما واضح قدامكم اهو. هنعرض تاني الموضوع من أوله تاني اهو عشان تقدروا إن انتوا تستوعبوا. وير ديت ما تلخبطكمش، لأنها اللي بيتابع معايا هيعرف إن وير دي بيسأل عن المكان. بيسأل عن المكان. في الدرس السابق ممكن يرجع له ويربط ما بين السؤال دوت والسؤال بتاع وير أين. هنا درسنا الجديد النهاردة بينحصر وينصب على معنى أداة السؤال when. متى للسؤال عن الوقت. السؤال عن الوقت. في لسه قدامنا أدوات أسئلة أخرى هنتعرض ليها إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله وبتوفيقه وعونه، حتى نكمل عنوان اسأل بالإنجليزي. هناخد كل الأسئلة إن شاء الله، كل أدوات الأسئلة المتاحة في اللغة الإنجليزية، حتى تسهل عليكم إزاي أنا بقول السؤال وابقى عارف أداة السؤال أنا بستعملها طالب إيه في الإجابة. زي ما قلنا زمان في الدروس السابقة، اللي عايز يرجع لها أرجو المشاركة. في what بيسأل على معناها ما أو ماذا. where أين. when يعني متى. وإن شاء الله في الدروس السابقة هنتعرض على أدوات أسئلة أخرى زي who يعني من، بيسأل عن الشخص. ممكن how وأخواتها، how كيف. وهاو دي بتخش مع كلمات أخرى بتكون أدوات أسئلة كثيرة جدا جدا، من أمثالها عشان أشوقكم ليها how are you؟ كيف حالك؟ how old are you؟ ما عمرك؟ الأسئلة البسيطة اللي كل ولادنا والمبتدئين في اللغة الإنجليزية عارفينها. how are you؟ كيف حالك؟ how old are you؟ ما عمرك؟ شوف، يبقى هنا هاو هنا برضو ليها إن شاء الله هنخصص لها حلقة بكل ما
تستغرقوا كلمة هاو مع كلمات أخرى هتدينا أدوات أسئلة كثيرة جدا هتساعدنا إن شاء الله في فهم اللغة الإنجليزية، في أدوات الأسئلة الخاصة بها. وإن شاء الله وإن كانت المعلومات اللي أنا بقدمها بسيطة أرجو إنها تكون مفيدة وتساعدكم في فهم اللغة الإنجليزية بطريقة بسيطة مبسطة تخفف عليكم وتفهمكم، راجيا من الله القبول. وشكرا لكم، وإلى حلقات أخرى بإذن الله في استكمال حلقات اسأل باللغة الإنجليزية، مع تحيات مستر أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.